لا. وبعدها قامت بعمل عمليات كتيرة لكن معظمها فشل، وعانت بعدها من المجتمع اللي كان بيتضايق من شكلها، ورغم محاولاتها لمواجهة المجتمع إلا إنها فشلت. وجه برنامج رامز جلال وكسر آخر أمل ليها إنها تعيش حياة طبيعية. هقعد اسمع طول النهار في الشارع رامز حرقك وكنتي بتلعبي مع رامز بالنار لحد الناس ما تنسى البرنامج لحد امتى؟ هقعد قد ايه؟ شهرين 3 4 وحضرتك قبضت فلوسك وعملت برنامج وقاعد في بيتكم مستريح؟ وطبعا سبق وقامت قبل كده الفنانه اثار الحكيم برفع قضيه على رامز جلال في 2014 في برنامجه رامز قرش البحر، واللي طلبت فيه بتعويض مادي ومعنوي ومنع الحلقه اللي قام رامز بتصويرها معاها. وقالت ان رامز استهان بيها وبتاريخها وعمل فيها مقلب سخيف كان ممكن تموت بسببه، وسابها في حاله من الهلع والرعب لاكتر من نص ساعه في عرض البحر. وبعد مداولات كتيره كسبت اثار الحكيم القضيه وتم منع عرض حلقتها اللي صورتها مع رامز. انا متقلي تلت ساعه الحوار، انا هاخد دبل اللي انا خدته، معلش. انا متقلي تلت ساعه حوار وخلاص، انما كل التمثيليات دي معلش متاسفه جدا. لكن من الواضح ان رامز جلال اتعود على القضايا في البرامج اللي بيقدمها، ويمكن برنامجه الاخير اللي بيتعرض دلوقتي كان اكتر برنامج اتعرض لهجوم حتى من زمايله في الوسط الفني. الفنانه بشرى كتبت على صفحتها على الفيسبوك تعليق على برنامج رامز جلال، وقالت ان في الوقت اللي فيه ست محترمه بتحارب عشان تعمل مستشفى هي الاولى من نوعها لعلاج الحروق مجانا في مصر والشرق الاوسط، في ناس تانية من البشر بتعمل برنامج بتتلذذ بيه بترويع الناس واللعب غير المبرر بالنار. ورغم الاقبال الكبير على مشاهده نوعيه البرامج دي الا ان في فنانين كتير بيرفضوا الظهور في البرامج دي، وكمان في منهم اللي مش بيحب يتفرج عليها اصلا. ما بحبهاش ما بتحبنيش، يعني انا عمري ما اتطلبت في برنامج في مقلب الحمد لله. يعني ما كتير بحبها بصراحه وما كتير بحبذها، لانه ممكن في ناس يكون معها بالقلب تروح فيها لانه عم بيزيدوا الدوز كتير عم يزيدوا فيها الدوز. برامج ما بحبها ابدا، يعني ما عندي ابدا اي تعاطف تجاهها ابدا يعني، واساسا ما بحب اضحك على مآسي الاخرين او على تفاصيل كيف بيخاف او كيف بيرتعب. برامج المقالب وخصوصا برنامجين رامز جلال وهاني رمزي بيعتبروا من الاعلى مشاهده بالرغم من الهجوم اللي بيتعرضوا له من المشاهدين. لكن المره دي النقد والهجوم اللي تعرض له برنامج رامز جلال كان بسبب مختلف عن الاسباب اللي حصلت في المرات اللي فاتت. الانتقاد المره دي كان بسبب المقدمه اللي بيقدمها رامز لكل فنان من الضيوف والطريقه اللي بيتكلم بيها عنهم، وكمان في اهانه واضحه جدا ليهم، وخصوصا حلقه شيماء سيف ودينا ويزو واللي شبههم رامز في كلامه بالحيوانات، وكمان حلقه غادة عادل اللي اتريق فيها عليها وعلى زوجها مجدي الهواري واولادهم. طريقه السخريه من شكل شيماء وويزو كان سبب كافي جدا ان عدد كبير من الجمهور والمشاهدين على السوشيال ميديا ينتقدوا اسلوب رامز ويعتبروه عنصريه واضحه. بعض المواقع الفنيه كتبت ان المبالغ اللي تقاضاها النجوم الاجانب كان بيتراوح ما بين ل 100 ل 150 الف دولار، والنصيب الاكبر كان لستيفن سيجال وانطونيو بانديراس، وكان من الاجور الاكبر للفنانين العرب كان اجر النجم راغب علامه اخذ 25 الف دولار تقريبا، وباقي الفنانين المصريين كان المبالغ تقاضوها بتتراوح ما بين 50 الف جنيه ل 150 الف جنيه. لكن يفضل الشيء الغريب ان الفنانين اللي بيتعرضوا للاهانات دي كلها محدش فيهم طلع واتكلم او اعترض على الاهانات اللي تعرض لها من رامز بغض النظر عن المقلب نفسه. يا ترى ايه هي اجدد اغنيات الهضبه عمرو دياب في رمضان؟ لو عاوزين تعرفوا خليكم معانا.